السلام عليكم إخواني أخواتي، وتحية لكل مغربي ومغربية كيشوفونا حاليا. اليوم القلوب ديالنا كاملة حزينة، واليوم كلام مغربي ماشي مجرد فيديو عادي، بل هو صرخة وجع جاية من قلب إقليم ميدلز. فاجعة حقيقية اهتزت لها المنطقة بعد العثور على جثة طفلة بريئة يلا عندها 7 سنوات، كانت كتقرا في المستوى الأول ابتدائي. لقاوها جثة هامدة بجوار وادي أبو حفص. هاد البنيته مسكينة غبرت نهار الخميس من دوار أيت حمامة، ومن ثم بدات رحلة العذاب والبحث اللي ما توقفتش. الدرك الملكي والقوات المساعدة والناس ديال الدوار تقاتلوا وداروا عمليات تمشيط واسعة تحت إشراف المسؤولين، حتى كانت الصدمة القوية اللي بكات الصغير والكبير. تخيلوا معايا هاد الطفلة اللي كانت كتعيش حياة عادية، كتحلم وكتلعب، فجأة كينقطع الخيط ديال حياتها في ظروف غامضة، وكتخلي وراها أسرة مكلومة وقلب محروق. وهنا إخواني أخواتي خصنا نناقشوا الواقع ديالنا بلا نفاق وبلا زواق. واش ولادنا في المناطق القروية وبحال هاد الدواور ما بقاوش بأمان؟ واش ولينا كنخافوا نخرجوا وليداتنا يلعبوا قدام الدار؟ هاد البراءة اللي ضاعت اليوم هي بنت المغرب كامل، هي أختي وأختك وبنتنا كاملين. هاد الحادث ماشي مجرد خبر عابر، هذه رسالة لينا كاملين باش نفيقوا ونردوا البال لوليداتنا، وباش نطالبوا بحماية أكثر لهذه الفئات الهشة في المناطق البعيدة. وهنا قبل ما نختموا الكلام ديالنا بغيت نسولكم بكل صراحة وبلا نفاق، شنو هو السبب الحقيقي في نظركم اللي خلى هاد الحوادث والمآسي تكثر في هاد المناطق؟ واش هو غياب المراقبة ولا ضعف البنية التحتية، ولا كاين مثلا شي حاجات أخرى مخبية وحنا ما عارفينهاش؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ودعوا مع البنيته بالرحمة ومع والديها بالصبر والسلوان. إلا كنتوا كتحسوا بوجع هاد الناس اشتركوا في القناة وبارطاجيو هاد الفيديو باش يوصل صوتنا لبعيد، وباش كل واحد يعرف باللي دم ولاد الشعب غالي وماشي رخيص، والله يرحمها ويجعلها طير من طيور الجنة.